السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنكمل اللي وقفنا عنده. كنا خلصنا المرة اللي فاتت اليو اي وكده، فان شاء الله النهاردة هنبدأ في اللوجيك. ان المشكلة في اللوجيك في اكتر من طريقة ممكن نعملها، ممكن نعمل طرق كتيرة جدا. انا حاولت يعني اعملها بابسط طريقة واسهل طريقة، وان شاء الله قدام ممكن نعملها باكتر من طريقة وننوع وكده ونخلي الموضوع ادفانس شوية، بس يعني واحدة واحدة. فانا قلت نبدأ بحاجة بسيطة عشان الدنيا متدخلش في بعض وكده. طيب اول حاجة احنا عندنا هنا انا عندي الجزء اللي هيبقى بيتحكم فيه اللوجيك او اللي هيتغير معايا هو التكست اللي هنا ظاهر ده، اللي هو رقم 0 ده هيغير طبعا لارقام تانية وكده والنواتج وكده. فده كده اللي هيتأثر معايا بحاجة زي كده، تمام. وغير كده برضو اللي هو ايه الزراير دي، سواء الاي سي او السبعة او ايا كان هنا، ماشي. فالمفروض لما ادوس عليهم يتأثر او يحصل حاجة، معلش دي واحدة. فالمفروض لما ادوس عليهم يتأثر او يحصل اي حاجة، بس انا لما بدوس كده بيحصلش حاجة. طبعا ليه؟ عشان احنا مش حاطين حاجة هنا او مش عاملين فانكشن جوه الامبريستي. طيب يبقى انا اول حاجة لازم اضيف اللوجيك. طيب عشان اضيف اللوجيك، هل هضيفه هنا على طول بشكل مباشر؟ لا، ده اكبر غلط. انا لازم دايما افصل اليو اي عن اللوجيك. ما ينفعش ان انا احط اللوجيك واليو اي في مكان واحد، دي مشكلة كبيرة. ده في اي مجال عامة، سواء يعني في اي مجال في البرمجة لازم ان انا افصل اليو اي عن اللوجيك. ما ينفعش الاتنين يكونوا مرتبطين ببعض عشان الدنيا ما تتعكش جامد. فالمفروض ان انا افصل بينهم عشان يبقى سهل معايا ان انا اعرف اتعامل بين الاتنين يعني وكده. طيب دلوقتي المفروض ان انا هعمل ايه؟ المفروض ان احنا خلينا زي ما قلنا هنفصل اللوجيك، فهنخليه في ملف لوحده. فهنعمل هنا ملف هنسميه مثلا كالكيوليتر لوجيك مثلا دوت دارت، ماشي. هنعمل كلاس هنسميه كالكيوليتر لوجيك، تمام. طيب دلوقتي المفروض احنا قلنا ان الزرار ده هيبقى ايه؟ هيبقى دايناميك او هقدر اتحكم فيه عن طريق اللوجيك، تمام. يبقى اول حاجه لازم اعمل ايه؟ لازم اشيل الكونست دي، تمام. بعد كده هاجي هنا وهستدعي الكلاس بتاعنا اللي هو الكالكيوليتر لوجيك، تمام كده، تمام. طب هو جواه حاجه اصلا؟ هو مش جواه حاجه. خلينا نيجي هنا نعمل ايه؟ string نسميه مثلا result، وهيكون مثلا في البدايه بيساوي 0 وليكن، ماشي. هاجي هنا عشان اكسسه هدوس دوت، هلاقي ان هو متاكسسش. طب ليه؟ عشان اوصل للسترينج ده البروبرتي دي اللي هي بروبرتي عاديه جوه الكلاس، فانا لازم اعمل منه نسخه، اعمل منه انستنس الاول، ماشي، او نسخه او اوبجكت، تمام. وبعد كده لما اجي ادوس دوت هيظهر معايا الريزلت واقدر استخدمه عادي. طب انا مش عايز اعمل نسخه، او انا عايز تبقى هي نسخه واحده بس، نسخه موحده. فبنيجي هنا في الكلاس ممكن نعمل حاجه اسمها سنجل تو باترن، بس ده في الديزاين باترن فمش عايزين نعمل ده دلوقتي خالص، حاجه ادفانسد شويه. طيب ممكن اجي هنا اعمل فاريبل واعمل منه نسخه واخد منه نسخه وابقى اكسسبل، او اقدر ابعته لكل الويدجتس هنا او كل اللي انا عايز استخدمه هنا. بس برضو انا مش عايز كده، انا عايزه يكون هو نسخه موحده ثابته لاي حاجه او اي مره استدعيه فيها. فانا مش محتاج ان انا اعمل منه اوبجكت والكلام ده. طب هعمل ايه؟ او هغير في ايه؟ هاجي هنا واضيف بس ايه؟ الكيورد اللي هي static دي. ولما ضفت static انا كده بقول له ان الفاريبل ده او البروبرتي دي هي ثابته معايا، هي اكسسبل معايا في اي نسخه وهي بنفس القيمه. ليه اصلا في حاجه زي كده في البرمجه؟ ليه ما كانش كل حاجه اكسسبل مره واحده وخلاص؟ ليه لازم اعمل static؟ عشان انا دلوقتي لو جيت عملت انستنس من الكالكوليتر لوجيك دي، انا بعمل انستنس، يعني انا بعمل نسخ مختلفه من الكلاس ده، تمام. بعمل اوبجكتس كتيره. فلما اعمل اوبجكت كتيره، لو ده مش ستاتيك، فالقيمه في الريزلت في النسخه الاولى هيبقى مختلفه عن القيمه في الريزلت لو انا عدلت فيهم، يعني هيبقى مختلفه عن كل نسخه تانية. انما لو خليتها ستاتيك فالقيمه هتبقى ثابته في كل النسخ. اي نسخه هعمل فيها الريزلت هتبقى ثابته، اي نسخه هغير فيها الريزلت في نسخه معينه، كل القيم الريزلت في النسخ التانية كلها تتغير، تبقى نفس القيمة اللي انا غيرتها. فيبقى كأنه كده موحدهم ومخليها حاجة واحدة. فعشان كده الستاتيك دي
موجوده يعني، او متبقاش موجوده باي ديفولت. طيب هاجي دلوقتي اكسس الريزلت ده لانه اكسسبل عادي خالص مفيش مشكله. هاجي هنا ادوس بس كنترول اس، هلاقي اعمل لي كونست. هاجي اعمل فيكس للامبورت، طبعا مش عارف ليه بيفصل كده معايا بس ماشي، هخليه يشتغل تاني ونعمل له رن تاني. طيب الحته التانيه او المكان التاني اللي انا عايز اعمل فيه اضيف فيه اللوجيك اللي هو الجزئيه دي، لما انا ادوس على الزرار يبدا ان هو ياخد اكشن او يعمل حاجه على اساس الزرار ده، صح ولا لا؟ طيب فانا هنا هاجي هعمل برضو، خلاص بقى اتفقنا، هعمل بس كومنت عشان ايه الرن اللي شغال ده ما يقفش. ماشي، هاجي هنا هعمل بقى ايه الميثود دي، هنعمل ميثود بقى مش هنعمل فاريبل، فالميثود هيبقى ستاتيك عشان اقدر اكسسبل، عرفنا ليه وخلاص. هيبقى الريتيرن تايب بتاعه فويد لان هي مش هترجع لي حاجه او مش المفروض ترجع لي حاجه. هنسميها مثلا كالكيوليت. تمام ماشي. طيب هتاخد حاجه الميثود دي؟ ايوه هتاخد طبعا، لازم اخد منها الليبل اللي هو الليبل اللي احنا اتفقنا اللي هم دول، يعني حاجه من دول عشان اعرف هو ضغط عليه من زرار. ما انا لو ما خدتش ليبل او ما عرفتش انا مش هقدر اعرف هو اي زرار اللي اتضغط. فاخد الليبل ماشي كبارامتر او ارجيومنت يعني ماشي، وهنسميه مثلا ليبل بس. طيب المفروض بقى دلوقتي ان انا دي كده ايه الفانكشن بتاعتي او الميثود بتاعتي، لو جيت شلتها كده المفروض ما يدينيش اي ايرور عادي. طيب هاجي بقى هنا عايز اكسسبل. طيب هعمل ايه؟ انا لسه بيرن. طيب خلينا نهمش المشكله، انا همشته هيديني ايرور، همشه سريعا كده. طيب هاجي بقى اعمل ايه؟ هاجي اضيف الميثود دي عن طريق ان انا اكتب كالكيوليتر لوجيك. تمام، الكلاس بتاعنا دوت كالكيوليت ماشي، وهنا هبعت له بقى المفروض هنا يستقبل بارامتر، فهنا هبعت له نفس البارامتر اللي هو ده اللي انا هنا بديله قيمه اللي هو ده. تمام، هاجي هنا انزل ده لتحت شويه عشان يبقى ايه فوق التكست ترتيب، بس احب ارتبهم كده ترتيب هرمي، يبقى السطر الاصغر فوق والسطر الاكبر تحت ماشي. المفروض كده يكون بيشتغل معايا فما يدينيش ايرور. ايوه طيب هروح شايل ده بقى كده، هنشيله من هنا وهشيل الكومنت عن ده كده، الدنيا بقت تمام. طيب هو دلوقتي شغال بس طبعا ما بيعملش حاجه، فلو جيت هنا عملت برنت مثلا كتاكيد بس، وجيت قلت له انا هطبع مثلا ليبل، المفروض ما نستخدمش البرنت بس يعني. تمام، لو جيت دوست على 9 كده الاقيه بيطبع لي 9 5 اي سي بلس وماينس، فالدنيا شغاله معايا زي الفل. تمام. طيب عايزين بقى ايه؟ اول حاجه هعمل ايه؟ انا دلوقتي هعمل كونديشنز على اساس ايه؟ على اساس الليبل ده، يعني لو كان اي سي هيبقى حاجه، لو كان ضرب او اسم او هيبقى حاجه، لو كان زيرو هيبقى حاجه، لو كان دوت هيبقى حاجه. فعلى اساس اللي انا بدوسه او على اساس الليبل هو هاخد اكشن معين. فاعمل ده ازاي؟ اعمل ده اف كونديشن وكده. طب لا، الاسهل ان انا اعمله ايه؟ بسويتش ستيتمنت، افضل، هتبقى احسن من كده كتير. طيب هاجي نقول ليبل على اساس الليبل ده. اول حاجه مثلا وليكن اول كيس عندي اللي هي كيس الاي سي. في حاله الاي سي مثلا عايز ارجع الريزلت بتاعي ده للزيرو، عايز ارجع الريزلت بتاعي للزيرو بس، مش عايز اعمل حاجه تاني. البريك طبعا ملهاش لازمه خلاص. طيب هاجي كده اقول مثلا طب في حاله الديفولت مثلا وليكن خلي لي الريزلت ده كمثال بس عشان نشوف، خليه بيساوي الليبل اللي انا بدوس عليه ماشي. فلو جيت دلوقتي دوست كده، هو ليه ما بيظهرش؟ ليه ما فيش تأثير مع ان المفروض اللوجيك صح؟ طب خلينا نشوف هل هو فعلا شغال اصلا. لو جيت هنا دوست وقلت الريزلت اطبع لي الريزلت كده، او حتى من غير ما ادوس، لو جيت عملت هوت ريلود كده تمام، لو جيت هنا مثلا قلت هطبع برنت للريزلت ماشي، جينا هنا فتحنا البرنت وجيت هنا، خدوا بالكم انا بطبع الريزلت ما بطبعش الليبل. تمام، فهو الريزلت معايا اهو 8 و9 وكده، فليه اصلا اهو حتى لما بحدث بيظهر لي الرقم، بس هنا ما بيظهرش بشكل يعني تلقائي. ليه بقى؟ لان احنا اصلا مخلين الويدجت عندي هي ايه؟ الويدجت عندي هي ستيتلس ويدجت. يعني ايه ستيتلس ويدجت؟ يعني ما بتغيرش، ما بتحدثش الحاله بتاعتها، هي ثابته، حالتها ثابته وواحده بس. طيب
هقدر اعمل ده ازاي؟ هاجي بس ان انا هحول دي من stateless هنخليها stateful، وجوه الستيتفول احنا عارفين ان في ايه، ان انا عندي set state method اهي. ماشي، هشيل ده كده ونخلي ده هنا فوق، ماشي خلينا نشيل ده ونعمل كده، نيجي نحط الايه الكوما تمام، ونحول ده الاكسبريشن بودي بنفس السطر، ممكن ننقل السطر اللي تحت كده تمام. طيب جميل قوي. هل لو انا كده عملت هيتغير؟ بيتغير فعلا زي الفل، جميل قوي، ده حلو. طيب دلوقتي في مشكله ممكن محدش ياخد باله منها. طب ايه المشكله؟ ما الدنيا شغاله زي الفل عادي، مفيش حاجه، يعني الدنيا بتتحدث كل حاجه. المشكله ان انا دلوقتي بعمل سيت ستيت. السيت ستيت دي بتعمل ايه؟ بتنادي على البيلد ميثود دي، بتدور على البيلد ميثود بتاعتنا وتروح ايه تناديها، اللي هي دي، هي بتبقى ثابته او موجوده دايما في اي ستيتلس او ستيتفول ويدجت، دايما موجوده البيلد ميثود دي تمام. فهي بتروح عندها وتنادي عليها وتخليها تعمل ريبيلد. لما تعمل ريبيلد كل الويدجت 3 دي، شوف من اول هنا كده، كل الويدجت 3 دي بيتعمل لها ريبيلد تمام. في حين ان انا اللي بيتحدث عندي بس هو الكونتينر، وحتى الروز عندي بيتحدث هو بس الكونتينر بس، او حتى مش الكونتينر ده، التكست بس هو اللي بيتحدث. مفيش دي ان انا ممكن اثبت كل دول واحدث ده بس. طيب هل اقدر اعمل ده دلوقتي؟ ما اقدرش اعمل ده دلوقتي، هحتاج حاجه اسمها ستيت مانجمنت، او ممكن يعني ممكن اعملها من غير ستيت مانجمنت بس هتبقى صعبه شويه. فايه افضل حل ممكن، او ايه افضل حاجه ممكنه ان انا اعمل ده؟ افضل حاجه ان انا اقلل الخسائر. ازاي اقلل الخسائر؟ خلينا بس نتاكد دلوقتي ان هو فعلا بيعمل ريبيلد لكل ده. لو جيت هنا عملت برنت، ماشي انا لغيت البرنت هناك اهو، لو جيت هنا عملت برنت وقلت مثلا ريبيلد، فخلينا هنا نشوف ايه كم مره عمل، او هو بيعمل ريبيلد فعلا ولا لا. هو هنا عمل ريبيلد مع اول الهوت ريلود، ماشي. خلينا نشوف بقى، نركز كده، لو كل ما ادوس على رقم هلاقيه بيعمل ريبيلد، كل ما ادوس على زرار هلاقيه بيعمل ريبيلد. هو بيحدث تمام بس بيعمل ريبيلد، معنى ان هو بيعمل ريبيلد يبقى السطر ده بيتنادى، يبقى هو بيعمل ريبيلد من اول السكافولد لحد اخر حاجه تمام. هو بيعمل ريبيلد اهو كل ده، يعني تخيل مع كل ضغطه بيعمل ريبيلد. دي مشكله، انا مفيش داعي ان انا احدث السكافولد، مفيش داعي ان انا احدث البادنج، الكولوم، الكونتينر والحاجات دي كلها، حتى الزراير هنا مفيش داعي ان انا احدثها. طيب هقدر اعمل ده ازاي دلوقتي؟ عشان اقدر اوصل للسيت ستيت انا محتاج بس ان انا السيت ستيت دي اقدر اوصل للايه، للتكست. يعني معنى كده لازم هما الاثنين يكونوا في نفس المكان او في نفس الويدجت، في نفس الستيت في الويدجت تمام كده. طيب لو انا جيت دلوقتي شلت، وليكن هنشيل ايه، هنشيل مثلا الكولوم ده عشان هو اللي لممهم مع بعض، فهنشيل الكولوم من هنا ماشي. وجيت بعد كده عملنا هنا بره خالص كده، بره دي كده الايه الاصفر ده الكيرلي براكتس الاصفر تبع ايه، تبع اللي هو البرايفت كلاس تبع الستيتفول ويدجت تمام. فاحنا هنا بره خالص كده هنعمل كلاس جديد هيكون مثلا هو برضو ستيتفول، لان اللي فوق ده هنحوله ستيتلس ماشي. هنسميه مثلا وليكن كالكوليتور بادي، كتبت كالكوليتور غلط تمام، بادي تمام، لا ماشي. هنيجي بقى هنا جوه البليس هولدر ده او مكان البليس هولدر هنحط ايه الكولوم اللي احنا واخدينه وخلاص كده ماشي. هيديني ايرور طبعا انا ما عنديش البيلد والحاجات دي كلها. طيب هاجي اخد البيلد والجيت باتن كلر ده هناخده من هنا كده كات ونخليها هنا، بس بره طبعا بره البيلد ميثود، ان البيلد ميثود اهي ونهايتها اهي هخليها براها بقى ماشي زي ما عملنا في الاول خالص. طيب هيزعل ان انا ما عنديش ايه الليبلز دي، فهاجي اخد الليبلز من هنا كده كات واحطها، بس مش هحطها هنا بقى، خلينا احطها جوه هنا ماشي، احطها في البرايفت كلاس ده وخلاص. هنا مفيش ده ان انا اعمل الحركه دي، فممكن اشيل كده ده. خلينا نعملها بطريقه احسن عشان برضه نستفيد اكتر. ازاي ممكن اعدل على كل ده مره واحده؟ هاجي احدد كل ده كده اهو وهقول له كنترول اتش ماشي. هطلع اخد اللي فوق ده كوبي وهنزل تحت بالتاب هعمله بيست، وهشيل بس الجزئيه مع الدوت، هشيل كل ده كده بس، هدوس انتر بقى هيبدا ان هو يشيلهم او يعدلهم مره واحده بس. طيب هطلع فوق هيديني ايرور هنا لان انا مش حاطط، فهاجي اديله بقى هنا ايه الكالكوليتور بادي، ايوه هلاقي ان كل ده رجع كونست
ماشي، واقدر ببساطة جدا احول ده لايه، لستيتلس ويدجت. خلاص لو جيت ضغطت كده 9 هتشتغل معايا تمام، بس الريبيلد هنا ما ظهرش غير مرة واحدة، اللي هو اول مرة عامل فيها الستيت. هاجي ادوس كده تاني اهو مفيش ريبيلد. هو الريبيلد بيحصل هنا بس. لو جيت هنا معلش، لو جيت هنا خدت ده كده كات وحطيته هنا كده هنا ماشي، هلاقي ان انا بعمل له ريبيلد. كل ما ادوس بقى هنا بقى اتنقل الريبيلد لهنا، فكده قللت الويدجتس اللي بتعمل لها ريبيلد. خلاص، فانا كده قللت الويدجتس قد ما اقدر. طبعا بالستيت مانجمنت اقدر اخلي كل ده ثابت ما عدا التكست بutton بس، يبقى التكست ويدجت بس هي اللي تتغير، هي اللي تتحدث، لان هي فعلا بتتحدث بس مفيش اي حاجه بتتحدث غيرها، صح ولا لا؟ فبالستيت مانجمنت هو اللي بيخليني ان انا اقدر احدد بالظبط انهي ويدجت انا عايز احدثها ومن غير ما احدث كل ده. ليه طيب ما اقدرش ان انا اعمل ده بشكل مباشر؟ لان لازم يبقى عندي ربط بين الباتنز والتكست ويدجت. لازم الستيت دي تبقى في نفس الويدجت اللي موجود فيها التكست عشان يتعمل لها ريبيلد. لان دلوقتي لو انا خليت مثلا عملت نفس الحركه وفصلت الباتنز عن التكست، فالسيت ستيت جوه الباتن، فلما تيجي تنادي على البيلد هتنادي على البيلد اللي هي تبع الباتنز بس، فكده هتحدث الباتنز من غير التكست، فكده لازم التكست يكون موجود مع الباتنز. تمام، اتمنى تكون وضحت هنا النقطه دي. طيب دلوقتي عايزين نبدا نشتغل في اللوجيك بتاعنا.